وبدأ الموسم في أوروبا وخصوصا في إنجلترا. رسميا مانشستر سيتي بطلا للدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح. مباراة جيدة، مباراة مثيرة جدا، تألق فيها مانشستر يونايتد، ولكن بالتخصص وبالخبرة مؤخرا مانشستر سيتي بيكسب بركلات الترجيح. مباراة ضيعها راشفورد بسهولة على مانشستر يونايتد، ضيع كمية فرص غريبة من ضمنها الكرة اللي قدامنا، وكرة كمان فرص أهداف تخلص المباراة حرفيا، ولكن مانشستر ما قدرش يستغل الفرص اللي جات له. وزي ما قلت خبرات جوارديولا مع مانشستر مؤخرا في السنين الأخيرة قدرت تكسب البطولة. واحد عايز يشيد بجرناتشو لعيب صغير في السن لكن شخصيه كبيره، افضل لعيب في مانشستر يونايتد، هو المحرك الاساسي للفريق، بيلعب كوره هايله جدا، جاب جون حلو جدا جدا، جون يجيبه لعيب كبير، عشان كده هو لعيب كبير، هيبقى واحد من اهم لعيبه العالم الفترات القادمه، لعيب هايل جدا، بيتقدم بهدف رائع جدا لمانشستر يونايتد. ولكن برناردو سيلفا بيعاود النتيجه ويرجع المباراه لنقطه الصفر مره تانية عشان المباراه تروح لركلات الترجيح، ويضيع سانشو ويتصدى إيدرسون ويفوز مانشستر سيتي بالبطوله. كوره معبره جدا، الاثنين اللي يعني اضاعوا الليله النهارده، سواء راشفورد بالكور الفرص اللي ضيعها في المباراه، وسانشو بضياعه ركله الجزاء، قضوا على مانشستر يونايتد في ليله النهارده. سانشو جماهير مانشستر غضبانه عليه جدا، قالوا ايه اللي رجعه من الاعاره تاني، في كلام ان باريس عايزه، بيقولوا يا رب يتباع ويمشي. انتقادات كبيره جدا للثنائي اللي ضيعوا البطوله على مانشستر يونايتد النهارده. بيب جوارديولا بيحقق النهارده البطوله رقم 18 ليه مع مانشستر سيتي، اكتر مدرب في تاريخ السيتي جاب بطولات، 18 بطوله. مفيش مدرب في الدوري الانجليزي في حقبه جوارديولا جاب بطولات قد جوارديولا. مدرب كبير جدا، صحيح بيشتري لعيبه جاهزه زي ما ناس كتير بتقول، لكن فلسفه وفكر جوارديولا بيتطبق على اي حد ومع اي لعيب. ايرلينج هالاند عنده نقطه سلبيه كده رغم فوزهم ببطوله النهارده، الا ان عنده نقطه سلبيه كبيره، لعب 7 نهائيات، 0 اهداف و0 مساهمات، رقم غريب جدا بالنسبه للهداف ايرلينج هالاند. البطوله كانت قريبه جدا جدا من ايريك تنهاج ومانشستر يونايتد، ولكن زي ما قلنا راشفورد ما كانش في يومه وسانشو ما كانش في يومه. مانشستر يونايتد لسه محتاج شغل كبير عشان يقف على رجله بشكل كبير جدا، خصوصا في مركز الدفاع اللي بالفعل كلام كبير عن اتفاق بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، الاتفاق انتهى تماما، وماتياس ديليخت المدافع سيكون مدافعا للشياطين الحمر بدءا من هذا الموسم اللي بدأ خلاص. 50 مليون يورو، 45 مليون يورو زائد 5 مليون يورو اضافات من اجل تدعيم خط الدفاع باللاعب ماتياس ديليخت. خلينا نشوف هيحصل ايه في الموسم الجديد، من الواضح انه هيبقى موسم مشتعل جدا جدا جدا. النقطة المهمة جدا، أكاديمية مانشستر سيتي بتطلع مواهب خطيرة جدا جدا جدا، هيسيطروا الفترة الجاية وهيبقوا منتشرين بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.